مرحبا بكم فلوج جديد في قناتكم قناه مايورا لايف. الفيديو ديال اليوم غادي نديكم تكتشفوا معايا حديقه ماجوريل، الحديقه اللي معروفه على الصعيد العالمي، اللي موجوده في مدينه مراكش بالضبط في حي كيليز. اللي ما عمره مشى ليها في هذا الفيديو غادي تكتشفوها معايا. نقطعوا البيي ونتلاقاو من بعد ما تمشيو فين. بقاو معايا. هذه هي الدخله البنات. انتما اليمين دايرين البلان ديال جاردان ماجوريل كله شنو فيها لداخل، وكيعطيكم جوج ديال لي بليون، واحد فيه المعلومات هكا صغيره على جاردان ماجوريل، والاخر دي بليون ديال المتحف اللي كاين لداخل اللي غادي نعاود لكم عليه من بعد. جاردان ماجوريل كانت مفتوحه مورا الوباء، تسدات وعاودوا افتتحوها في هذا شهر 10 بالضبط، في واحد في شهر 10. هانتوما شوفوا كيفاش دايره من الداخل. كاين البلايص فين تجلسوا محترمين شروط السلامه الصحيه، شتي ان ميثود دو سيباراسيون هكا كيف كتشوفوا. وهذه هي الدخله ديالها، تلقيناها عامره تبارك الله. كاينين الناس، كاينين لي زيترونجي. حاجه اخرى اللي زوينه حاطين الناس اللي كيحاولوا انهم يجيديو كل واحد داخل هانين الدوز، وباش نحاولوا اننا نشوفوا كاع لي كوان ديال هاد الحديقه هذه وما ما نتلفوش على البلايص الاخرين. كيف ما عهدتكم انني كنعطيكم معلومات خفيفه ظريفين في كل بلاصه كنمشيو ليها. غادي نحاول نجاوب على هذه الاسئله. شنو هي جاردان ماجوريل، شكون قدها النهار الاول، شكون مكلف بها دابا، شنو فيها لداخل هذه المعلومه. نحاول نعطيكم معلومات خفيفه ظريفه. ندوزو اول معلومه اللي هي علاش تسمات جاردان ماجوريل. لان اول واحد ولا صاحبها ولا اللي اسسها النهار الاول هو الرسام الفرنسي جاك ماجوريل، ابن ديال المصمم الاثاث الشهير لويس ماجوريل. هانتوما البنات شوفوا هذا الكوان هذا، هانتوما دايرين فيه انواع ديال الاسماك. هما الناس جايبين وليداتهم تيكتشفوا هاد الانواع ديال الاسماك. شوفوا اللوينات البنات ديالهم كي دايرين، كاين لورانج، كاين هادوك صفرين، كاينه وحده فيها لو نوار والبيض. نحاول نقلب عليها ونوريها لكم. فزوين اننا نجيب وليداتنا يشوفوا هادشي وحنا براسنا نشوفوه، لانه ماشي في اي بلاصه غادي تلقاوه. علاش ما نجيوش نكتشفوا هاد البلايص اللي كيجيو لهم الناس كيف قلت لكم من بلدان بعيده، وكيجيو خصوصا باش يشوفوا هاد الحديقه هذه وحنا قريبه لينا وما كنجيوش. شتا البنات على البنات كيفاش دايرين سبحان الله العظيم فيهم. راه هي وحده في البيض والنوار. شفتوا؟ نرجعوا على المعلومات ديال على هذه الحديقه هذه. فجا جاك ماجوريل المغرب في 1923، عجبتهم مراكش، جا لحي كيليز وشرا واحد القطعه ارضيه وقرر انه يدير حديقه اللي فيها انواع ديال النباتات اللي جابهم من 5 ديال القارات، وقدها واستقر فيها حتى النهار اللي وقعت ليه واحد الحادثه ديال السير وتوفى. مورا ما توفى تدهورات الحاله ديال هذه الحديقه هذه، حتى جا المصمم الازياء الفرنسي إيف سان لورون اللي قرر انه يشريها وقرر انه يعاود يرممها. هذا الترميم كلف به عبد الرزاق بن شعبان اللي هو صانع عطور مغربي. هنا القبر ديال إيف سان لورون، لانه مورا ما توفى خلى في الوصيه ديالو انه يتدفن هنا. هذا إيف سان لورون اللي عاد شدها ورممها وقدها مورا ما توفى جاك ماجوريل. فرمموها كيف قلت لك وصنفوا النباتات ديالها اللي اليوم وصلوا هذوك النباتات ل 350 نوع، بالاضافه انه كاينين حتى اشجار ديال النخل اللي العمر ديالها تيفوق 100 سنه. والحاجه الاخرى اللي لاحظتها بالنسبه للصبار، كاينين الانواع كاملين، جميع انواع الصبار كاينين في هذه الحديقه هذه. هانتوما دابا تشوفوا معايا البنات في الفيديو ها هو. وحاجه اخرى اللي زوينه هي انه كل بلاصه كل نوع ديال النباتات دايرين ايتيكيت ولا ليتيكتاج ديال ديك شنو سميتو، شنو النوع ديالو، منين جا، فين كاين، كلشي المعلومات كاينين. دونك هذه الحديقه علاش قلت لكم زوينه، لانها كيف قلت لكم جاك ماجوريل حاول انه يجيب لها انواع اللي نادره وجايه من 5 القارات. 5 القارات جايين منهم هاد الانواع هادو ومجموعين في حديقه واحده. علاش ما نجيوش نشوفوهم نكتشفوهم، نوريو لوليداتنا هاد البلايص هادو. شوفوا هاد البلاصه هادي دايرين فيها هاد الانواع ديال
الاسماك اللي صغيره ودايرين فيها حتى السلحفات المائيه. دابا نوريهم لكم. تيجيو الوليدات تيشوفوا هذا الشيء بعينيهم، تيكتشفوا ماشي بحال عاودتي ليهم ولا عاود ليك شي حل. فاش كتشوف بعينيك كتكون احسن. ها نتوما كيجيو الناس كيتصوروا فيها، تيطلعوا تصور البنات غزالين بحكم هذوك اللوينات اللي فيها. داكشي علاش تيتسمى الا بديت تيقول لك بلو ماجوريل، جا من هذا البلو اللي كاين في هذه الحديقه هذه. فالبنات زوينه وتستاهل انه يجي الواحد ليها ويكتشفها. فمورا ما مات إيف سان لورون، هذه الحديقه هذه انتقلت الملكيه ديالها في عام 2010 لواحد المؤسسه سميتها بيير بيرجي إيف سان لورون. هي منظمه فرنسيه غير ربحيه، وهذه المؤسسه هذه في 2011 قررت انها تفتح واحد المتحف داخل الاراضي ديال هذه الحديقه هذه. هذا المتحف اللي هو اللي قلت لكم في الاول هو متحف بربري، حاجه اللي هي زوينه. هذا المتحف هذا حاولوا انهم يديروا فيه جميع القطع التقليديه اللي كيعود التاريخ ديالها الالاف السنين عندنا. يعني حاجه زوينه انهم ندخلوا ونكتشفوها حتى هي، لانهم كيعاودوا لينا ماشي بحال شتي داكشي بعينك. المتحف البنات كنت بغيت ندخل، ها هو كنت بغيت ندخل نصور لكم فيه، ولكن للاسف التصوير مانعينو فيه، ولكن غادي نحاول نهضر لكم عليه الداخل اشنو فيه. هنا في هذه البلاصه هذه دايرين لي طابلو ديال إيف سان لورون. كذلك كاينه اون فاس البلاصه الزرقاء اللي كتشوفوا، كاينه واحد المكتبه كبيره فيها كتب متنوعه وفيها مراجع اللي عارضينها تما، ودايرين ايضا واحد الزاويه اللي كتباع فيها تذاكر للزوار. نرجع لكم للمتحف اللي قلت لكم، متحف الامازيغي. فاش دخلنا كاين دايرين واحد البلاصه اللي هي كبيره. شنو دايرين فيها؟ الحوايج ديال شحال هذا، واش دايرين حتى الاواني باش كانوا كيخدموا، الحوايج ديال النساء ونتاع الرجال، دايرين حتى البيبان ديال الديور كيفاش كانوا. من الباب كاتبين لك ان هذا الباب ديال المقدم، يعني من الباب كتعرف واش هذه دار المقدم ولا دار زعما سكان عاديين. زعما شي حوايج اللي زوين اننا نشوفوهم. من بعد كندوزو لواحد البلاصه اللي مظلمه دايرين فيها ميغوار زوينه. هاد البلاصه دايرين فيها القطع التقليديه، شنو كانوا كيلبسوا الناس زمان، شنو الحيلي ديالهم وداكشي زعما رائع، زعما مهلين فيها زوينه بشكل رائع. ودايرين حتى الادوات اللي كانوا تيخدموا في الكوزينه، اللي كانوا كيحطوا عليها المصحف، التسبيح، كل شيء الحوايج اللي ديال كتعود التاريخ ديالها الالاف السنين. هذا هو المتحف من الداخل هكذا كيف قلت لكم. من التصوير فما قدرتش انني نصور لكم من الداخل. هاد الحديقه هذه صراحه الله عجبتني، تستاهل اننا نجيو نشوفوها نكتشفوها من الداخل. حاجه اخرى اللي زوينه دايرين لي تواليت، دايرين لي كافي، ممكن انك تجلس وتقهوى مع راسك، دايرين بك الطبيعه، داير بك الشجر والخضوره وهاد الانواع ديال النباتات اللي قلت لكم. ف تستاهل كيف قلت لكم اننا نجيو نكتشفوها. دابا دايرين لها ثمن اللي هو رمزي 20 درهم، وممكن انك كيعطوك التيكه ديال المتحف، يعني كتدخل المتحف فابور. كنصح البنات تجيو تشوفوها، تجيبوا وليداتكم يتصوروا يكتشفوها، يشوفوا بعيناتهم كاع هاد الانواع هذا ديال النباتات اللي قلت لكم، وحتى اللوينات اللي فيها وهذا. فتستحق البنات اننا نجيو نكتشفوها. كيجيو لها الاف الزوار كيف قلت لكم في النهار، وكاين الناس اللي كيجيو بروغرامي نيشان المغرب باش يجيو يشوفوها، وكاين الناس اللي بروغراميوها مع البلايص اللي غادي يجيو لها في مدينه مراكش. فلما لا ما نجيوش نشوفوها حتى حنا. هذا هو الفيديو ديال اليوم. نتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم. اللي عجبكم ديروا لايك، واللي اول مره يزور القناه ديالي ما ينساش يدير ابوني. وبسلام عليكم. نتمنى تكون خفيفه ظريفه عليكم هذا الفيديو.